والنهارده في عرض اسعد سعيد شرفنا اسره هشام المقدم، وفرحنا بيهم خالص خالص. نسال اذا انتوا ايه اللي عجبك في العرض؟ قول يا فرح. الفيل. يعني الفيل سيبها ما تقول، المنفوش. عشان عايزه رايها هي. فهمت؟ طب المسرحيه بتقول ايه؟ ما فهمتيش، خليها تقول، انا عايزه اللي جواها يطلع يعني. طب ايه اللي عجبك في الفيل؟ هو عجبك كده وبس؟ طب انت ايه اللي عجبك؟ قول يا شام. شكلك نفسها. اللي عجبك جواك مش قادره تعمليه. طب المدام شام. انا اقول له اللي عجبني. اه يعني كل واحد حط له الشخصيه، يعني الاسد هو فعلا صوته وشكله اسد بالظبط، الفيل نفس اهو الاسد اهو. الحكايه، الصوت والقرد شكله بقى فعلا تقول فعلا قرد. يعني كل شخصيه فعلا حاطينها كويس، عاملين يعني دي الشخصيات تحسب مظبوط. للمخرج حسن يوسف، يعني انه وظف الشخصيات بالظبط. بشكل كويس. الحمار برضو تشوفه تقول شكله والحمار. حمار غلبان كده وعامل كده. والله صح، يعني كل شخصيه مظبوط. يعني انبسطتوا من العرض من لا الاخر؟ جميل يعني. جميل. طب الفنان هشام المقدم اللي اسعدنا النهارده، تقول ايه رايك انت بقى؟ اللي اسعدتنا يا استاذ محمود بالروايه الجميله. هيقول بصراحة. رايه في الرقص اكيد يعني. لا لا الاستاذ محمود عامل روايه جميله بصراحه، حاجه راقيه يعني تنفع للكبار والصغيرين ولكل الاعمار بامانه ربنا، وحاجه ما شاء الله يعني. والاستاذ حسن يوسف عامل شغل حلو قوي، الميزانسين على المسرح يجنن. وطبعا الدكتوره ماجده عز ما اقدرش انساها، حبيبه قلبي واستاذتي، عامله شغل ما شاء الله جميل جدا. وكل الفنانين الموجودين بالتوفيق يا رب. وبندعي لها من خلالك بالشفاء ربنا يا رب ان شاء الله، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب بحق جهنم يا استاذ رب. هشام نورتنا انت والاسره الكريمه. انت اللي اسعدتنا يا استاذ محمود. الله يخليك. ربنا يلا ونشوفكم يخليك على يا رب. خير ان شاء الله. يلا نقول لكم باي باي، نورتونا، مع الف سلامه الف سلامه.